اهلا بيك يا برج السرطان في قناة جينيوس هات تاروت. خلينا نشوف النهارده رسائل الملايكة ليك ايه. يلا نشوف. حلوة الرسالة دي. الملايكة هيدلعوك الفترة دي، باين عليك يا برج السرطان. ماشي. بصي يا برج السرطان، واضح ان انت كنت بتعدي بفترة قاهرة جدا، فاتت فترة مش حلوة. يعني تخليت عن ناس كتير، او حطيت، يعني ابتديت بقى عايز تفكر تعمل بداية جديدة في حاجات كتير وقيود كتير سبتها. كان في مشاكل كتير برضو عديت بيها وقصص كتيرة. وانت دلوقتي بتفكر ان انت المفروض تسيب وتمشي من اي حاجة انت لا تخدمك، يعني مش جايبالك اي اي فايدة. واضح ان ده الدرس بتاعك، ان انت تختار نفسك كان الدرس بتاعك، لان الملايكة بتقولك ان انت دلوقتي خلاص، انت عملت شغل، اشتغلت على نفسك كتير وعملت شغل هارد وورك، يعني شغل مجهود جامد على نفسك وعلى حاجات كتير فاتت. فانت ابتديت دلوقتي تتوازن وتعرف تحط priorities بتاعتك، اولوياتك، وبقى عندك القوة والإرادة ان انت تبتدي طريقك، ففي واضح او تنطلق في طريقك. واضح ان في بداية جديدة، بداية جديدة ممكن في العمل، وهيجي منها يعني هي بداية جديدة في كله، من الناحية العاطفية ومن ناحية الصحاب والاجتماعية ومن الناحية العملية. ممكن تقابل حد جديد في العمل او الشغل، او انت داخل على شغل جديد او رايح حتة جديدة او هتنقل شغلك من مكان لمكان. ممكن تقابل نصك التاني هناك. ولو انت مش يعني مش رايح شغل جديد او كده، في حد من الماضي ممكن يرجع وياخد اكشن معاك، او تقابل حد صدفة. يعني في كل الأحوال أنت بتبتدي بداية جديدة مفرحة جدا وحلوة جدا في كل نواحي حياتك، سواء في الشغل، سواء في العمل، سواء في سواء في وسط الأصدقاء والصحاب. ممكن تكتسب أصحاب جديدة، كوميونيتي جديد تتعرف بيه على حد، أو فكرة عمل جديدة. يعني they are showering you يا برج السرطان بال blessings. هيهنوك ويدلعوك. هيجيلك اخبار كمان جديدة. اخبار دي هتخليك عايز تحتفل وتتبسط، وممكن ممكن خطوبة، ممكن جواز، ممكن حمل لو مستني حمل، ممكن تخرج. فهو بيقولوا لك، بينصحوك الفترة دي انك تبتدي تعمل جراتيتيود او امتنان لربنا. الامتنان ده بنعمله ازاي؟ عشان كل الناس تبقى عارفة ان انا لما باجي بمتن على حاجة لربنا، بمتن ان هي حصلت. شكرا يا رب العالمين على تحقيق مثلا انجاز او نجاح في كذا. شكرا يا رب العالمين ان انا اتعرفت على السول ميت بتاعي. ممتنة ليك يا رب العالمين عشان كذا كذا. بقول ان هي خلاص كأنها حصلت. الامتنان بنعمله كأن الحاجة حصلت خلاص. واكتب ممكن كل يوم اعمل مثلا اول ما اصحى الصبح اعمل 10 حاجات انا بمتن ربنا عليها. شكرا يا رب العالمين ان انا قمت بكامل صحتي في اليوم عشان اقضي يوم سعيد. انا لسه اليوم ما خلصش، فمعرفتش سعيد ولا مش سعيد، فبس انا همتن لربنا عشان كده. فانا بقول ايه؟ الامتنان مع السبب، وممتنة ليك يا رب العالمين، او شكرا يا رب العالمين. الامتنان على فكرة بيغير جدا حاجات كتير في حياتنا، او بيخلينا دايما باصين للحاجات الحلوة، حتى لو احنا اشخاص ممكن نكون تشاؤميين شوية. ده بيغير فكرنا ان احنا نبص على الحاجات الحلوة. بس المهم يعني ان انت داخل في فترة حلوة فيها، وان الانجلز بتقولك ان هما دلوقتي حواليك بيحاولوا يريحوك ويشفوك من اي زعل، اي حزن، اي كسرة قلب. آم آم اي حاجة انت مش شايفها يعني واضحة بالنسبة لك، هيوضحها لك.
وساعتها هتعرف ان ازاي انت الحاجات اللي عديت بيها دي، سواء مشاكل، سواء مواقف مش حلوة مع ناس، سواء تجارب تعبتك او زعلتك او كسرت لك قلبك، هيوروك ليه دي كانت مهمة بالنسبة لك. هي مش مهمة بالنسبة لك بس عشان تتعلم، هي كمان مهمة بالنسبة للتطور الروحي بتاعك. انت بس محتاج دلوقتي انك تبتدي تعمل forgiveness، تسامح لنفسك وتسامح للآخرين، وتبتدي تستقبل المستقبل بكل فرحة وسعادة. دلوقتي السما هتفتح لك، وكل صلواتك وكل دعائك بيقولك ان هو خلاص ربنا سمعه، وان دلوقتي السما هتبتدي تفتح لك ابواب الرزق بتاعتها، من بقى وفرة في كل حاجة، وفرة عاطفية، وفرة اجتماعية، وفرة عملية، وفرة مالية، مادية. خلاص السما يعني انت داخل في فترة كلها وفرة في كل النواحي. بس بيقولولك ما تنساش ان انت تشارك كل ده مع الاخرين. لو انت عندك وفرة في الحب وفي المشاعر وفي الاهتمام الناس بيك وكده، شير ده مع الناس. وعندك وفرة مادية برضو، تصدق او تبرع، او يعني شوف مين من اللي حواليك محتاج وفرة مادية. انت المهم انك تشارك اللي هيجيلك، شاركه مع الناس. بس يا برج السرطان، واضح الفترة اللي جاية حلوة. و وقولولي بقى ايه الاخبار، هل انتوا دخلتوا في الفترة دي ولا لسه؟ اهم حاجة تعملوا الامتنان وتعملوا التسامح. شكرا يا برج السرطان، باي باي.